اليوم غنبدا واحد السلسله ديال الفيديوهات اللي كتكلم على اطباق ديال المملحات حول العالم. اليوم اختاريت لكم المطبخ المصري بواحد الوصفه ديال الجلاش المصري اللي هما معروفين به في الشهر ديال رمضان. المقادير ديالو غتكون كالتالي: غنحتاج 120 غرام من الجبن ديال الموتزاريلا، هو اللي كيبقى غير اختياري، هو الجلاش المصري ما كايناش فيه. المكون التالي غيكون هو الكفتة، غنحتاج منها 400 غرام، نسبة الدهون فيها تكون 10% قليلة. غنحتاج البصلة كبيرة مبشورة بشر ناعم، وهنايا الزيت النباتية واحد 2 معالق ديال المائدة. بالنسبة للتوابل اللي غنستخدمها، غنستخدم نصف ملعقة شاي من كل هاد التوابل اللي هما الثوم، الابزار، البصل مجفف البودرة ديالهم، وغنستخدم البابريكا المدخنة، وواحد نصف ملعقة شاي من الملح. انا هنا بشكل اختياري غنستخدم لي زيرب دو بروفانس اللي هما الاعشاب ديال بروفانس، ممكن تعوضوهم بالزعتر، ممكن ما تستخدموا نهائيا حتى شي عشبه. انا كنبغي في الكراطان ولا في الاشياء اللي كتكون بحال هكذا كنستخدموا فيها ورقه الفيلو ولا الباف بيستري، انني نستخدم اعشاب منسمه كتعطي واحد النكهه اللي هي مزيانه. في واحد المقلاة اللي غنسخنها مزيان حتى تسخن، غنضيف الزيت وغنتسنى عليها تسخن، وغنضيف عليها الكفته وغنخليها حتى تكاراميليزا لينا من التحت. ملي تكاراميليزا من التحت غنبدا نقلبها، وهنايا راه كنطيبها على واحد النار اللي هي مرتفعه. كنحاول ان هذيك الدهون اللي فيها ما تخرجش منها، وحتى داك الماء ما يخرجش منها، باش من بعد ان ديك الحشوه ما تكونش عندي فيها المرق، تكون ناشفه. هنايا غير بالملعقه ولا باش كتخدموا غتحاولوا انكم تحلوها. وغنقوم باضافه البصل اللي فرمت وحكيته مسبقا على نار مرتفعه. غنقوم بتحريك الكل وغنخليه على الموقد واحد المده ديال 10 ديال الدقائق حتى نتاكد من ان هذيك البصل تكاراميليزات ليا مع الكفته. وغنقوم بالاضافه ديال التوابل. هو الجلاش المصري كيتكون الحشوه ديالو كيتكون غير من الكفته ومن البصل ومن الابزار والملح، ما كيضيفوش نهائيا هاد الاشياء اللي انا ضفتها. ملي كنعتقد بان الاضافه ديالها كيكون احسن، كتعطي واحد المذاق وكيكون عندي واحد لي سافور كيكونوا زايدين على الجلاش المصري اللي هو كيكون عادي. هنا كان الحشوه راه كملت عندي، غنحيدها وغنخليها تبرد تماما عاد نقوم بالاستخدام ديالها في الحشو. الورقه ديال الفيلو اللي غنستخدمها غنحتاج منها تقريبا، الورقه ديال الفيلو هذه كانت في 470 غرام. انا ما غاديش نستخدمها كامله، لي شاط لي بطبيعه الحال ما غاديش نرميه، غنغلفو وغنخليه في الثلاجه تنستخدمو في اطباق اخرى. هنايا بالنسبه للمول اللي غنستخدموه هو هذا، كان العرض ديالو فيه تقريبا 25 سنتيم على 16 سنتيم. يا اما تعبروا بها الطريقه وتعبروا الورقه ديال الفيلو، يا اما تحطوا بهذا الشكل. كنحطوا انايا القاع ديالو كنحطوا على الورقه ديال الفيلو، وكنقطع على اساس انني نجيب تقطيع ديال ورقه الفيلو مقاد مع القطر العرض والطول ديال الاناء اللي غنطيب فيه. بطبيعه الحال هذا الاناء ديال السيراميك راه يحتاج وقت زايد على اناء واحد اخر اللي ممكن تستخدموه اللي هو ديال الزاج ولا يكون ديال الالومنيوم ولا ديال التeflon. يعني ديروا في حسابكم ان حتى الوقت ديال الطياب ديال الجلاش المصري في اناء ديال البورسولين غياخد الوقت اكثر. كما كتشوفوا هنايا قطعت، والورقه غنحتاج منها تقريبا نصف ديال الكميه اللي هي 470. احتاجيت تقريبا واحد 300 غرام من الورقه اللي استخدمتها. ما تبقى كما قلت كنقوم بالتغليف ديالو. كنحيدو ضروري ان ورقه الفيلو كتكون حساسه في الاستخدام، دغيا كتبرد وكتشقق لينا وكتبدا تفرتت الا تعرضت للهواء. كنغلفها وكنخليها. هنايا غنستخدم البورنوازيت، ضروري انني نستخدموه. عارفين بان ورقه الفيلو باش تجي كروستيونت وتحمر لينا خاصنا نستخدم ورقه الفيلو. كناخذ الاناء ديال البورسولين وكنوضع 2 اوراق ب2 اوراق، ماشي ورقه كما كنديروا في الاعداد ديال البقلاوه التركيه ولا اي نوع واحد اخر من البقلاوه. هنا كنستخدموا كل 2 ورقات وكنرشها بالقليل من الزبده نوازيت. ممكن تستخدموا زبده عاديه، كاين الجلاش المصري ضروري كيستخدموا فيه الزبده، ما كيستخدموش الزيت ولا شيء اخر.
نفس الشيء غنقوم بالتكرار ديالو لعدة مرات حتى نكمل النصف ديال الكمية ديال الأوراق. نتأكد بأن ما بين كل جوج ورقات وورقات كنقوم بالصب ديال القليل ديال الزبدة، غير كنرشها، وكنقوم بصب الحشوة في الوسط. الحشوة بالمساعدة ديال ملعقة ولا سباتول ولا ماغيس اللي كتخدموا بها. غتحاولوا انكم تقادوها ولكن ما توصلوهاش للجوانب باش ما تحرقش ملي تكون كطيب في الفران. هنا غنقوم بالاضافه ديال الجبن ديال الموتزاريلا. ممكن تستخدموا الايمونتال، ممكن تستخدموا غودا. انا استخدمت الجبن ديال الموتزاريلا، كيعطي واحد النكهه مغايره مع الاستخدام ديال الكفته وديال اللحم المفروم. ونفس العمليه كنقوم بالتكرار ديالها بالنسبه للاضافه ديال الاوراق ديال الفيلو الفوق. يعني كنخدم بجوج، كل جوج ورقات كنرش بالقايه من الزبده وكنضيف جوج ورقات مره اخرى حتى كنكمل الكميه كامله ديال الاوراق ديال الفيلو اللي هي بقات عندي. انا هنايا مسرعه العمليه غير باش تشوفوا بان راه كنكروها مرارا وتكرارا حتى كنكمل جميع الاوراق. هنايا غير في الجنب تاكدت من انني ندخل هذوك الحواشي ديال الاوراق ما يبقاوش طالعين عندي. وعلى الوجه غنقوم بالاضافه ديال القليل ديال الزبده. هنايا كنقسم الوجه ديالها، ما كنوصلش حتى لتحت، غير كنقسم الوجه ديالها وغنقسمها لستة ديال الاطراف. ممكن تقسموها للقل، ممكن تقسموها لاكثر. كيبقى التقديم على حسب نتوما الاعداد ديال ولا الافراد ديال الاسره، وعلى حسب حتى الاناء ديال الطبخ اللي استخدمتوه. بالنسبه للسائل اللي حنايا غنقوموا بالصب ديالو، غنستخدم واحد 80 مليلتر حتى ل 100 مليلتر من الحليب كامل الدسم معاه بيضه. وغنستخدم نصف ملعقه شاي من الابزار، نصف ملعقه شاي من الملح. وغنستخدم الخميره ديال الحلويات، هي اللي غتخلي ان هذوك الوراق ديال ورقه الفيلو يتفرقوا على بعضياتهم ويتنفخوا اثناء الطهي. هنايا غنقوم بالاعداد ديال الخليط في الوقت اللي غيكون عندي الكولاش المصري كيطيب في الفرن. غنطيبو على درجه حراره 180 لمده في الاول لمده ديال 15 دقيقه حتى يبان ليا بانه بدا كياخذ اللون اللي هو الذهبي، وغنقوم بالاخراج ديالو من الفرن. هنا راه باقي ما طابش، ما كملش في الطياب، خرجته مني ولا اللون ديالو بهذه الطريقه. وقمت بالاضافه ديال السائل ديال الحليب وديال البيض والتوابل، وضفت القليل من بذور السمسم البيضاء على الوجه ديالو كتزيين. غنقوم بالارجاع ديالو للفرن على درجه حراره 180 مده ثاني ديال 15 دقيقه حتى يتحمر ليا من التحت مزيان ويتحمر ليا من الفوق، ونشوف بان الاوراق ديالو تفرقات على بعضياتها الفوقانيه وحتى التحتانيه. هذا هو الشكل ديالو مني كنخرجوه من الفرن. واحد الرائحه يا سلام. كنقوم باكمال التقطيع كما تذكرتوا مسبقا، راه قمت غير بالتقطيع ديال الوجه، يعني كنزل بالسكين هذه المره لتحت، وكيكونوا هادو هما القطع ديال الكولاش المصري. ما كاينش شي عائله مصريه في رمضان الموائد ديال الافطار ديالهم كتخلو من الطبق ديال الكولاش المصري. هو شبيه بواحد الطبق تركي اللي هو البوريك التركي اللي كيتحضر بالفرماج والسبانخ. غنشوفوه عما قريب ان شاء الله. كنتمنى ان هذا الطبق اليوم من المطبخ المصري يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ايضا انكم تجربوه. اللي كيشاهدني اول مره كانت معكم مريم في القناه، يشترك في القناه ويفعل زر ديال الجرس الى كان باقي ما فاعلوش باش يوصلوا الجديد ديال الفيديوهات اللي كنحطها كل اسبوع. شكرا على قبل الدعم ديالكم. القناه تخطات الحاجز ديال 10,000 مشترك. كنتمنى انكم تواصلوا الدعم ديال القناه، ونقول لكم نشوفكم في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله.